هو مجال البايوفيزكس بالفعل حل مشاكل كتير من مشاكل الطب ومشاكل البيولوجي، زي ما قلت لحضراتكم من شويه، اني مثلا على سبيل المثال لما قدرنا ان احنا نوصل للنيو فورم اوف سيسبلاتين في الصوره النانويه بتاعتها، وقد ايه السايتوتوكسيستي اختلفت وتضاعفت 1000 مره مما كانت عليه في الفورمه العاديه للسيسبلاتين. والسيسبلاتين هو انتي كانسر ايجنت از كيموثيرابي يعني. وكمان زي ما قلت لكم ان مثلا لو في نيو ستراكشر اوف بروتين انا عايز ان انا احل الاستراكشر بتاعه، او اعرف ماهيه شغله او طبيعه عمله او الفيزياء بتاعت طبيعته بتاعت شغله في الجسم، هعرفها عن طريق السبكتروسكوبي وان انا اتعامل معاها برضو بالفيزيكال كونسبتس. فالبايوفيزكس مش يعني فيزياء، البايوفيزكس يعني اني انا احل معضلات البيولوجي والطب بفهمي لمبادئ علم الفيزياء او لتطبيقات الفيزياء على حسب المجال اللي انت بتدرسه. انت لو هتشتغل حاجه كلينيكال، انت ممكن البايوفيزكس مش هتفيدك في حاجه. يعني انت مثلا لو انت مثلا طبيب باطنه دلوقتي، فانت طبيب باطنه هتكشف على البيشنت بتاعك. لو حاجه ممكن الريسيرش، اكيد طبعا ممكن علم البايوفيزكس يفيدك في حاجات كتير. وعلى حسب، يعني انت مثلا زي ما طرحت لكم، مثلا لو انت دلوقتي حد مهتم بالميكروبيولوجي مثلا، وبتدرس بكتيريا المقاومه المضادات الحيويه زي الميرسا، عايز انك انت مثلا توصل لماده جديده او نيو ماتيريال في حدود النانو، كل ده هتتعامل معاها ازاي؟ بالبايوفيزكس. ولازم تبقى فاهم علم النانو، الماتيريال ساينس، ازاي ان انا اوصل الماده بتاعتي لحدود النانو، وبعد ما اطبق الماده بتاعتي دي ايه البارامترز اللي انا هدرسها وهطلع بيها من التجربه بتاعتي، وايه الريزلتس اللي انا هبتدي ان انا افسرها بعد كده عشان تقدم للمجتمع العلمي بتاعك ريزلتس ليها تفسير علمي. فعلى حسب انت هتدرس ايه وهتعمل ايه. مش لازم طبعا بايوفيزكس تبقى داخله في كل حاجه يعني.